وعن حال السنين هناك وكيف تمر. ومر العمر وصار المر في حلقي هناك أمر. وظل السر مطويا وخلف السر أنا ما زلت يا أمي على قبرك هنا طفلا يبيع الصبر. أناديك وأنتظر يجيء الرد وأصبح بيننا سد. وماذا خلف هذا السد؟ بدأنا العد. أنا طفل حديث العهد باليتم ولا أدري وماذا بعد. فمن بعدك علي يرد، فمن بعدك علي يرد. ومن بعدك إذا قبلت كفيه أذوق الشهد. ومن يمسح على رأسي إذا آسى. ومن بعدك يقبلني لكي أنسى. ومن في الصبح أشتم بأنفاس عبير الورد. دخلت الآن حجرتك وجدت النور قد غادر وطيبك من هنا سافر. سألت النور عن شيء هنا تركه. لماذا البيت ما عاد فلا صوت ولا حركة ولا خير ولا بركة. هنا ما زال مقعدك وصوت من كلام الأمس. جميعا كنا ننتظرك فهلي مثلما أنت فقد كنت هنا بالأمس. تغيرنا فلا شكل ولا لون ولا طعم ولا معنى ولا أنت هنا معنا لأول مرة في العمر يا أمي. نذوق اليتم أجمعنا لأول مرة في العمر يا أمي. نذوق اليتم أجمعنا نغمس خبزنا اليابس بأدمعنا. هنا بخاخة الربو ومسبحتك وطرحتك وسجادة ومذياع صغير يقرأ القرآن كالعادة. أتى العيد ولم يطرق على بابي هنا أحد. تعجبت ترى قد جاء هذا العيد يا أمي. ترى قد جاء هذا العام يا أمي بلا أعياد. ولم أسمع هنا صوتك يناديني فناديت وناديت وخوفي داخلي يزداد. فأين فطورنا أين وأين جميع من في البيت يلتفون من حولي. هنا كنا على ميعاد. القصيدة طويلة. أنا أريد أن أحبكم. تحياتي لكم جميعا وكل خطوة لكم على رأسي. وشكرا لحسن استماعكم. 4 أسئلة عن أسلحة البيان. سأجمل التعريف بأسلحة البيان وبأهدافها وبرؤيتها، ومن يسأل عن هذه ال4 سيجد الإجابة.